لولي ردت عليه بقوة وقالت له إن الفقراء من حقهم يتعالجوا عند دكاترة شاطرين، وإن الطب مش حكر على الأغنياء بس. دييجو هنا اتدخل واتخانق مع والده وواجهه بإنه شخص عنصري وما بيفكرش غير في المنظرة والفلوس، وقال له إنه مش هيشتغل معاه في مستشفاه الخاص وهيبني طريقه بنفسه. الأب سابهم ومشي وهو بيقول إن ابنه مش عارف قيمته، ولولي بدأت تفهم الوجع اللي دييجو عايش فيه وندمت إنها ما كانتش بتسمع له من الأول. رجعوا المستشفى وهناك لولي شافت جوليو وهو بيعمل فحص لركبته، لأن ريكاردو قدر يقنعه إنه يواجه خوفه من الجمهور ويلعب الماتش. وفجأة دييجو نادى لولي وقالها إن المريض أوسكار حالته بقت صعبة جدا، ولما راحوا له أوسكار قالهم إن أمنيته الوحيدة يشوف ابنه قبل ما يموت، وكان رافض ياخد الدواء أو يعمل العملية. دييجو ولولي قرروا يروحوا للابن ويقنعوه، وهناك الابن حكى لهم إن والده كان أب سيء ومدمن كحول وبيسيبه بالساعات قدام المدرسة وهو نسيان. دييجو قال له إنه حاسس بيه لأن والده هو كمان كان مهمل، بس الفرق إن أوسكار مدمن وعنده عذر، لكن والده طبيب وما عندوش عذر. وأقنع الابن إن والده بيحبه بجد، وفعلا الابن جه وقابل أوسكار وقدر يقنعه يعمل العملية. لولي رجعت البيت وقررت تعترف لأمها بكل حاجة، وفي الأول الأم ما صدقتش، بس لولي بدأت ترد على كل فكرة أمها بتفكر فيها لحد ما الأم انبهرت وعرفوا إن الأم معجبة بجارهم لويس وضحكوا سوا. بعدها راحوا